كسرت بخاطري رغم انها عارفة ان انا ولادي ما بياكلوش الحاجات دي خالص ولا يعرفوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، يلا بينا نكمل تنظيف السطح وتظبيطه ونعمل كل حاجة بقى علشان نستقبل الفراخ او الكتاكيت بتاعة شهر رمضان. ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. يلا بينا نشوف هنعمل ايه، ويومنا النهارده كان على السطح. يلا بينا بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد يا قلب اختك، وكومنت كده محفز ونشجع بعض. ولو انت لسه قاعده كسلانه، لو انت لسه عندك اي مكان لو كرتونه وهتجيبي فيه 10 كتاكيت، حطيهم مثلا في البلكونه، بعدها عندك بلكونه، عندك اي مكان هتعرفي تتصرفي وهتعرفي تقفي على رجليكي، هتعرفي مش هتخلي بيتك ناقصه حاجة. ربنا يرزق الجميع. ويلا بينا نشوف عملنا ايه النهاردة. والعيش اللي بيتبقى مني تحت في قلب الشقة اللي هو ما بيتاكلش يعني بطلع انشفه، لان انا بجهزه وهبتدي ان انا ايه نعمل بيه العليقة اللي هي الجاية للفراخ ان شاء الله. طبعا بقى لقيت الدنيا مطربة والسطح يضرب يقلب زي ما انتوا شايفين كده، وما كنتش لسه كملت بقية التنظيف بتاع الأوضة، كنت تعبت ما طلعتش تاني. فقلت اما اخد يوم استراحة كده ونطلع نكمل. زي ما انتوا شايفين عملنا بننشف العيش، وهنبتدي بقى ننضف بقى السطح ونشوف مشكلة النهاردة المبعوتالي ومشكلة حز أمنية. أنا متجوزة وعندي 3 أطفال، الحمد لله. جوزي يوم شغال ويوم لأ، والحمد لله على كل شيء. جه سيلفي خرج من الجيش، وحماتي قالت انها هتعمل عزومة كبيرة لينا كلنا. المهم كنا كلنا قاعدين انا وسلايفي، وحماتي اتكلمت وقالت يا جماعة كلكم معزومين ان شاء الله ومش عارف ايه وكده. المهم جينا يوم العزومة، فبقول لجوزي هي ماما ما اتصلتش؟ قال لي لا، ما امي اتصلت باخواتي كلهم ومراتاتهم وعزماتهم، هي اتصلت بيكي؟ قلت له لا هي ما اتصلتش. قلت له طيب ولا رنت عليك حتى؟ قال لي لا ما رنتش عليا، اقعدي واصبري وهم هيتصل وهي هتتصل بينا دلوقتي. انا طبعا كنت قاعده وملبسه ولادي يا امنيه، لان احنا يعني طول الشهر مقضيينها فول عدس، لا جبنه، لا مش عارف ايه الحاجات ديت. والحمد لله انا ما بقولش اي حاجه، بس انا عندي 4 اطفال. ال4 اطفال الكبير بتاعي عنده 7 سنين، وعندي سن 5 سنين، وعندي 2 توأم صغيرين يعني سنتين. ما بياكلوش الحاجات دي، فانا قلت ايه يروحوا ياكلوا حتة فرخة حتة لحمة. والعيال كانوا مبسوطين جدا وقاعدين مستنيين ان ننتهم اللي هي جدتهم يعني تتصل بيهم او تتصل بيا. المهم ما اتصلتش، ابتديت ارن على سلايفي ان حد فيهم يرد عليا، ما حدش رد عليا، ما فيش الا سلفتي الكبيرة هي اللي رنيت عليها علشان ترد عليا. فين وفين على بال ما ردت عليا. وهي بترن عليا ببص لقيتها بتقول اهي رنت اهي. وهي بتفتح لقيت حماتي، يعني بعد ما فتحت التليفون سمعت حماتي وهي بتقول ييه ده انا نسيت اكلمها ونسيت اتصل بيها، زمانها هتزعل، هاتيها وخلاص، قولي لها تيجي وخلاص علشان مش هتسكت لو ما كانتش. المهم يا امنيه عملت فيها من بنها وعديت الكلمه، وما رضيتش ان انا ازعل. وقلت للعيال مجرد يا امنيه والله ما قلت لهم يلا كانوا بيسبقوني على السلم وكلهم كانوا بيجروا. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. وكلهم كانوا بيجروا على السلم، والولد والبنت اللي هم عندهم سنتين هم اللي كانوا في ايدي، والاتنين التانيين بيجروا سابقني مبسوطين وفرحانين. على بال ما رحنا لقيت حماتي قاعدة هي وسلايفي وجوازاتهم وكده، ولموا الأكل ودخلوه. دخلت، قامت حماتي قامت في وسطهم كده قالت لي احطلك تاكلي ولا انتي شبعانه؟ قلت لها الحمد لله. شويه وببص لقيتها بتقول لي قومي اعملي لنا دور شاي كده، انتي وسلايفك يلا. دخلت انا وسلايفي ببص يا امنيه، وكانت الصدمه بالنسبه لي لقيت ولادي قاعدين في ارضيه المطبخ في الضلمه بياكلوا من بواقي الاكل وبيمصمصوا بقيه العظامه اللي باقيه من الاكل. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله.
انا طبعا انهارت وبقيت اعيط قدام سلايفي وازعق للعيال. ببص لقيت الولد الكبير ابني اللي عنده 7 سنين قايم بيصوت في وشي وبيعيط وبيقول لي اعمل ايه يا ماما، ما انا كنت جعان، اعمل ايه، ما انا عايز اكل لحمه وفراخ. انا طبعا انهارت وقعدت اعيط وقمت جايه ماسكه عيالي وشداهم، والولد الكبير لما لقاني بشده علشان نروح قعد يصوت ومش عايز يمشي، عايز ياكل. وهي ما عبرتنيش وما سألتش فيا ولا اي حاجة. انا بقالي 3 ايام بعيط، بقالي 3 ايام حزينة على نفسي. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. انتي قصتك دي حزنتني والله. مشكلتك حزنتني. ازاي يعني ان الواحد يبقى عايش في وسط ناس ما عندهمش قلب، ما عندهمش رحمة؟ في حد ذاتها دي كارثة. وبعدين دول مش غرب، دول ولاد ابنها. يعني كمية الأسى والجحود اللي يبقى في قلبها، رغم ان اللي ما بيشوفش من الغربال بيبقى أعمى. يعني حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد يقدر يساعد اللي قدامه وما يساعدوش. حسبي الله. خلي ليكي حاجة واحدة وده اللي انا اقدر اقولهولك. طالما الاب مايل، وطالما يعني انا مش عايزه اظلمه، بس طالما الاب مايل وهو عارف ظروف ولاده، الاب ليه ان هو يشتغل شغلانه واتنين وتلاته واربعه ويفحت في الصخر عشان ولاده. انا مش هحط كل اللوم عليه، لاني انا معرفش، انتي ما حكيتيش الظروف بتاعته بالظبط. هل هو شغال شغلانه واحده وبيكمل نوم؟ هل هو مدخن؟ هل هو انا معرفش الحاجات دي كلها. بس اللي هقدر اقوله هو انتي اللي هتقفي لعيالك، انتي اللي هتقفي وتجيبي دخل لعيالك. هتتصرفي من اي حد، من قريب من غريب، وتعملي مشروع. شوفي انت بتعرفي تعملي ايه واعملي مشروع. عارفة الدنيا صعبة والدنيا هتقسى عليكي وهتتمرمطي، بس ما تشوفيش عيالك بالشكل ده، ما تشوفيش عيالك بالمنظر ده. كلنا بنسعى عشان عيالنا. والله العظيم انت مشكلتك انت مش. انا يا جماعه المشكله دي جايالي بقالها 3 ايام، 3 ايام المشكله دي. انا كل مش عايزه اقولها، انا محروقه. والله العظيم انا محروقه. ان الاسى يوصل ما بين الناس. يعني ايه الاسى يوصل ما بين ده لحمها ودمها، العيال دول لحمها ودمها. ان هي تشوف ابنها طالع جعان وعمه يطلع يقول لهم بره ده ولاد محمود قاعدين بياكلوا، ولاد محمود قاعدين بياكلوا بواقي الاكل وبيمصمصوا في بقيه العظم جوه، ويضحكوا. اطفال يضحكوا عليهم. دي كارثه، دي كارثه. ده فين الرحمه؟ فين يعني فين حاجات كتير. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. انا مانيش قادره اقول في الحكايه دي غير اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. اقفي واسندي نفسك بنفسك، ده اللي انا اقدر اقوله لك. اقفي واسندي نفسك بنفسك وقولي يا رب، ربنا مش هيسيبك ابدا. والله ربنا ما هيسيبك ابدا طالما انت بتشتغلي بالحلال وعايزه الحلال لبيتك ولولادك. والله ربنا ما هيسيبك ابدا. المشكلة دي يا جماعة مش عايزة حل، والله المشكلة دي عايزة دعاء. عايزاكم كلكم تدعوا لها، عايزاكم كلكم تدعوا لها بجد. يلا نرجع للفيديو بتاعنا ونشوف بنعمل ايه وكملنا. وربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. ابني ربنا يبارك فيه ويحفظه ويحفظ اولادنا جميعا. هو اللي كان متصدر النهارده معانا. معلش يا جماعه انا حاسه ان انا عكننتكم. المشكله دي جايه لي بقالها 3 ايام، انا مش قادره ان انا اتخطاها، مش قادره ان انا حتى اقولها. والوقت ان انا بعت لها قلت لها انت بتتكلمي جد ولا انت بتستخفي بيا علشان ان انا اتكلم وخلاص وكده. فبعتت لي ريكورد بصوتها انها بتعيط. يعني انا قلبي وجعني اكتر. الحمد لله، الحمد لله، نحمد ربنا على حالنا، الحمد لله على كل شيء. انا قلت لها والله نحمد ربنا، احمدي ربنا ان انت مش جايلك عيل معاق، ان انت مش عندك مثلا طفل مريض، الله اكبر، مرض خبيث مثلا. احمدي ربنا على حاجات كتير. الحمد لله ان ولادك قدامك كويسين. لو على قد الفلوس وعلى قد الدنيا مزنقه ومخنقه، هي الدنيا مزنقه ومخنقه مع الكل، وخاصه في الغلا اللي احنا فيه. كلنا بنحاول وكلنا بنسعى، مش هنقول غير الدعاء ونقرب من ربنا شويه. انا هنا زي ما انتم شايفين ربنا يبارك فيه ويحفظه كان بيساعدني.
خلصنا احنا بقى الأوضة كده وكنستها خليتها على البلاطة من الآخر، ولقيت ولادي بقى في الآخر كده ربنا يبارك فيهم يا رب جايين لي بحاجة مبسوطين بيها، باكو بسكوت مش عارفة اسمه، كان جعفر العمدة تقريبا، وبيقولوا ان هو بيكسب، فإلا يا ماما تفتحيه قدام مش عارفة انا وشي باين والله. سبت اللحس وقلت رايحة اتفسح، قال لي انا جايه وراكي وانا يا اختي مكسح. ده الطبيعي يعني، هنلاقي في ايه؟ لقيت فيه 20 جنيه مرسوم عليها محمد صلاح، فيعني ده اخرتها. زي ما انتم شايفين كده خلصنا الفيديو وخلصت الاوضه وكده بقى، ما عادش لينا اي تلاكيك ان شاء الله. انا في انتظار الكتاكيت بتوع رمضان باذن الله، ويوم بيوم هنتابع مع بعض، وباذن الله يا رب يكون الفيديو كده خفيف على قلوبكم واستفدتوا بيه، ودعوه حلوه كده من القلب ربنا ييسرها علينا وعليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.